سنحدثكم اليوم عن قصيدة رائعة درسناها بصحبة الأستاذ راشد الهذيلي والأستاذ سعود الهنائي في الصف السادس الأساسي تحت عنوان مدرسة الأخلاق. قصيدة للشاعر معروف الرصافي تحدث فيها عن الأخلاق وأهميتها في واقعنا، وتحدث فيها أيضا عن الأم، لأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يقول شاعرنا في مطلع هذه القصيدة: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش في صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. في هذه الأبيات الجميلة عدد من الصور الجمالية، حيث شبه الشاعر الأخلاق بالنبات عندما قال: هي الأخلاق تنبت كالنبات. وفي البيت الثاني شبه من يهتم بالأخلاق كساق محمل بالثمار الناضجة. إن من صميم تعاليم ديننا الإسلامي الذي انطلق من الإحسان للآخرين حتى في الجدال معهم، حيث يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا، وفي موضع آخر يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. حري بنا نحن المسلمين أن تكون أخلاقنا عالية في التعامل مع الآخرين. شكرا لحسن انتباهكم، نلتقي معكم في مناسبات أخرى.